المكان لما يكون متاح يا جماعه ان انا اقول عليه بقول والله، لما المكان لما احس ان في حد هيترازم ان انا اقول عليه ما برضاش اقول عليه عشان ما حدش يتاذى. الاذيه وحشه يا جدعان. النهارده هو جيت في لسان سانتوس وقلت لك ان انا في لسان سانتوس مش هخبي عليك حاجه، تمام؟ وبرده بفيدك بقول لك انا اشتغلت على المزاني وخدت سمك بالكابوريا، بس بقول لك لو انت جيت حاول تشتغل بالفله هيكون افضل ليك، الا لو انت محترف في شغل مزاني لان اللسان هنا صعب في المزاني. شراغيث سانتوس يا جدعان اهي، اللهم صل عليك يا نبي، بالكابوريا. بصوا السمك بلع ازاي، بصوا يا جدعان، طلع على الحبيب. بص السنار فين، افتح على بقك غلط. طبعا فصيله الوقار حاجه محترمه طبعا، ده كده صغير بالنسبه للوقار لان الوقار ده سمك كبير جدا. ده اورفوس يا جدعان، لما بيكبر المنقط ده اسمه اورفوس. السلام عليكم اخواتنا الصيادين اللي تملي مني ومن قلبي قريبين، احلى 100 مسا عليكم يا رجاله. اهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. النهارده الجمعه 28/6/2024. جينا النهارده يا جماعه حاجز سانتوس المعلمين اللي هو يعتبر في مصطفى كامل. طبعا يا جماعه الاماكن ديت سواء سانتوس او رشدي اللي هو ازور اللي هو بقى سان رايز دلوقتي الفندق، الحواجز بتاع سيدي جابر دي كلها من اول سيدي جابر لحد رشدي، الحواجز دي كلها احنا متربيين عليها من قبل ما تبقى متباعه ومن قبل ما تبقى فنادق وكافيهات. النهارده جينا حاله البحر ريح غربي شديد شويه، هبات توصل لل 36-40. هنستهدفوا الشراغيش بالكابوريا، جبنا كبش الكابوريا قبل الدنيا ما تنور، يعني ايه هنشتغلوا في الزياده كده على الشرغوشين ان شاء الله، ربنا يكرمنا بحاجه ان شاء الله. ويلا اوريك قرمه الشراغيش وربنا يقدم ما في الخير. النهارده اخواتي وحبايبي شغالين بالكابوريا، جبنا كبش الطعم اهو، مش ياما بس ان شاء الله ربنا يجعلها طعم وايه ونصطادوا بيها، ان الميه جامده النهارده الكابوريا صعب تجيبها. شغالين بالبوصه ال6 متر بتاعتنا التيبكو الياباني، بلحه رقم 2، 6 متر بوصه، شعر فوق 50 تحت 45، فرده كده حوالي 30-40 سم. شغالين بالسنور ال3 الامين، والطعم طبعا كابوريا. ولو ما شفتش تطعيمه الكابوريا انا مطعمها المره اللي فاتت واشتغلت على مباشر، اتمنى ترجع للفيديو اللي فات. وكله يا جماعه في صندوق الوصف السهم اللي جنب عنوان الفيديو هتلاقي كل اللي انت عايزه عن طريقه القرمه وطريقه الربط وطريقه تطعيم الكابوريا. هنشتغلوا بالكابوريا، والله بينا نتوكلوا على الله كده نجيبوا حاجه على مباشر على طول، توكلنا على الله. الصلاة على النبي يا رجاله، اللهم صل على النبي. الصلاة على النبي يا رجاله. اول سمكه معانا، استفتحنا اهو، استفتحنا يا جدعان بالكابوريا، اللهم صل على النبي. شراغيث سانتوس يا جدعان اهي، اللهم صل عليك يا نبي، بالكابوريا. بصوا السمك بلع ازاي، بصوا يا جدعان، صلوا على الحبيب. بصوا السنار فين، افتح على بقك غلط. اللهم صل على النبي. اول سمكه معانا كده، وخليك معانا كده، استفتحنا اهو، وخليك معايا واللي جاي احسن بعون الله. خليك معايا، احنا بنصطبع على الشراغيش اهوت، ربنا رضانا بسمكه. التاني يا رجاله، الصلاة على النبي، اللهم صل على النبي. تاني شرغوش معانا يا جدعان مع الاستبوحه كده، برضه هناخد لنا شرغوشين كده ايه. الصلاة على النبي، دخل الوعر ماشي، هيسلك نفسه. الناس اللي سالت كده يا جدعان على الشرغيش هي بتسلك نفسها بنفسها اهو، بصوا اهو، اللهم صل على النبي. اوعى يا ريس، اوعى الجريده، اوعى الجريده يا ريس اهو يا جدعان، جردي بالصلاة على النبي يا جدعان، قرف الصغير. طبعا فصيله الوقار حاجه محترمه طبعا، ده كده صغير بالنسبه للوقار لان الوقار ده سمك كبير جدا. ده اورفوس يا جدعان، لما بيكبر المنقط ده اسمه اورفوس، واللي هو اللهم صل عليك يا نبي في ال 111 الوقار الحر. اما ده اورفوس صغير، بيتقال عليه اورفوس صغير عشان انت ما تحيرش نفسك. الصلاه على النبي يا جدعان، بصوا يا جدعان داخل في النص، اللهم صل على النبي. طبعا ده يا جدعان بقى واحد شوربه عليه، ويلا بينا صلي صلي اهو، اللهم صل على النبي. يبقى كده تاني واحده معانا ايه، وقار. العب يا ريس، وقار الكابوريا في سانتوس. خليك معايا واللي جاي احلى بعونك يا رب. تالت سمكه معانا يا رجاله اهي الكابوريا. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. رفيع، سمك ضعيف النهارده اهو يا جدعان، شرغوش رفيع كده اهو. تالت سمكه معانا شرغوش وقرايه جنشور، وضيعت سمكه كبيره. خليك معايا.
الصلاة على النبي، ربع سمكة معانا رجالة اهي. على المباشر كله ضرب على المباشر اهو. الصلاة على النبي، العب الله. العب. شراغيل سانتوس يا رجالة بالكابوريا. الله أكبر. اللهم صل على النبي. حلو برضه شغال. تعال تعال تعال. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. هو ده الكلام. العب يا ريس. تعالى هنا. تعالى هنا. اهو يا رجاله. الصلاة على الصلاة يا رجاله. الصلاة على النبي. اسكت. الصلاة على النبي. اهو. ماشي. السمك واكل ضعيف كده يا جدعان. ساعة استباحة كده اهو، ربنا يسهل الحال. رابع سمكة معانا. خليك معايا واللي جاي احلى. اخواتنا الصيادين الله كريم. الحمد لله رب العالمين كده خلصنا صيد النهارده الجمعه 28/6/2024 في لسان سانتوس زي ما انا قلت. سانتوس ومصطفى كامل. طبعا اشتغلنا في المزانق زي ما حضرتك شفت، زي ما حضرتك تابعت معانا بالكابوريا في المزانق ما بين الصلبان وبعضها. وشغل المزانق في لسان سانتوس مش احسن حاجه، لان اللسان هنا الشغل في المزانق صعب جدا، مش زي اي لسان تاني. يعتبر اصعب لسان في شغل الصلبان ما بين بعضها وبعض، يعني ما بين الصلبان وبعضها. لسان سانتوس صعب جدا يا جماعه، عشان المزانق فيه قليله وضيقه ومش اي حد يحفظها ومش اي حد يعرف يرمي فيها. المكان ده زي ما انا قلت احنا اتربينا فيه من صغرنا، من قبل ما يبقى سانتوس ومن قبل ما يبقى اي حاجه، وهو لسه سلاح مداح. كان شاطئ رشدي وشاطئ سيدي جابر وكل ده كان مفتوح زمان، ودلوقتي بقى سانتوس، بقى اسمه سانتوس. فانت عشان تبقى انت فاهم يعني. فلو هتيجي تشتغل على الشراغيش هنا تشتغل بالفله بالساق على الجدران، هتاخد سمك ان شاء الله. حبيت تشتغل في المزانق ركز قوي، لان المزانق هنا ايه الشغل فيها صعب، مش اي حد يشتغل فيها زي ما انا قلت. انا بس عايز افيدك وعايز اعرفك الدنيا ماشيه ازاي. وبرده يلا نشوف الحسنه مع بعضينا كده اللي ربنا رضانا بيها، وخدنا كبسه سمك. تعالوا نشوفها مع بعض. الحمد لله رب العالمين برده ربنا رضانا. خدنا شويه شراغيش وقرايه حلبوس صغير. المكان لما يكون متاح يا جماعه اللي انا اقول عليه بقول والله، لما المكان لما احس ان في حد هيترازم ان انا اقول عليه، ما برضاش اقول عليه عشان ما حدش يتأزم. الاذيه وحشه يا جدعان. النهارده اهو جيت في لسان سانتوس وقلت لك ان انا في لسان سانتوس، مش هخبي عليك حاجه تمام. وبرده بفيدك بقول لك انا اشتغلت على المزانق وخدت سمك بالكابوريا، بس بقول لك لو انت جيت حاول تشتغل بالفله هيكون افضل ليك، الا لو انت محترف شغل مزانق، لان اللسان هنا صعب في المزانق. اخوكم حمو خالص صياد مغامر. لو لسه مش اشتراك يا ريت تشترك ويا ريت تدعمنا بلايك. الفيديو النهارده تعبت معاكم يا جدعان، يعني حاولت ان انا اوصل لك المعلومه قدر الامكان. الحمد لله رب العالمين ربنا رضانا في ساعتين استباحه، خدنا رزقنا وبنسعى وبنعمل اللي علينا وربنا بيرضينا، والحمد لله بفضل الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.